السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا يا ولاد، النهارده نعمل مع بعض البصاره. جميله تحفه يا ولاد، بصوا تحفه. طبعا ده بقيه الفيديو اللي كنت عامله فيه العدس، بس طبعا انا نزلت لكم العدس لوحده. هنا معايا نص كيلو من الفول المدشوش يا ولاد، غسلته غسله كويسه قوي، ونزلت عليه الخضره لونها اصفر من الاضاءه بتاعه الرنج يا حبايبي. غسلت نص كيلو فول كويس قوي يا ولاد، ونزلت عليه بحزمه شبت و2 كزبره وبصلايه و5 فصوص من الثوم ومعلقه من السكر عشان تسوي الفول معايا حلو قوي. تمام، بس كده. وهحط عليها ميه لحد ما الميه تغطي الوش كده، وارفعها على النار تغلي غلوتين، وبعد كده اوطي عليها شمعه لحد الفول بتاعي ما يستوي تماما. خلي بالكم الفول لما يستوي بيبقى حلو قوي يا جماعه، على نار هاديه اهم حاجه. بصوا هو كده هنا استوى معايا اهو. مجرد ما طفيت عليه ضربته بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين، ما بتاخدش وقت خالص. ضربته كده بالهاند بلندر يا ولد زي ما انتوا شايفين. وهنحمر بقى البصلايه اللي هنعمل بيها التقليه بتاعه البصاره. بصوا اهو ده كان شكلها بعد ما اتضربت كويس قوي. بصوا حبايبي البصاره خضراء قوي يا جماعه وجميله، بس هو الاضاءه بتاعه الرنج كانت صفرة وانا ما خدتش بالي، المفروض كنت اعملها ابيض. بصوا حبايبي هنا بقى هحمر البصله كويس قوي، ومجهزه معايا نص معلقه من الثوم المفروم عشان لما البصله تدخل على التحمير احط عليها التومه، وعليها شويه كزبره ناشفه. يعني دقيت التومه ومعاها كزبره ناشفه، حطيت عليها معلقه كزبره صغيره. هنا بقى حطيت الملح وحطيت الشطه خلاص، وحطيت شويه من الكمون. وهنا يا ولاد انا نزلت نزلت بالثوم زي ما انتم شايفين كده. خدت تقليبه كده مع البصله لحد ما تحمر. بعد كده باخد بقى شويه بصل بصفيهم عشان التزيين، بحطهم على الوش يعني في طبق التقديم. بس اهم حاجه تصفيه كويس قوي كده من الزيت بالطريقه دي. بعد كده هنزل بالباقي على البصاره زي ما انتم شايفين كده. يعني نص التقليه خدت منها نصها صفيته من الزيت، والباقي نزلت بيه على البصاره. بصوا حبايبي هنا صبيتها في الطبق التقديم، وحطيت البصل اللي انا شلت منها ده حطيت منه شويه على الوش. وده بقيه الفيديو يا ولاد اللي انا كنت عاملاه بتاع العدس، بس طبعا انا منزله لكم العدس لوحده والبصاره لوحدها عشان الفيديو ما يطولش. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي، وسلام عليكم.